منذ قديم الزمان، وتحديدا قبل 100 عام، ظهرت مخلوقات من العدم تأكل البشر بلا هدف. تناقصت أعداد البشر بصورة مفجعة، مما جعل البشرية على شفير الانقراض. أطلق عليها اسم العمالقة، كائنات تشبه البشر شكلا، لكنهم أضخم وأكبر منهم حجما. كانت قوتهم خارقة ولا يموتون بسهولة، ولم تستطع البشرية أن تواجههم، إلى أن اتحد البشر في يوم من الأيام وقاموا ببناء 3 أسوار تحميهم من العمالقة. ماريا، روز، شينا، أسوار كانت الأمل الأخير للبشرية. ولكن ازيكم يا جماعه؟ قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبص بقى يا معلم، الحكايه دي بالذات لازم تفتح مخك كده وتركز معايا، تمام؟ وعشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدا. ده هو ايرين، واد صغير وقطقوط ودايما شجاع على طول. دي بقى ميكاسا، صاحبته اللي دايما معاه ومش بتفرقه وتعتبر اخته بالتبني وعايشه معاه بسبب ان اهلها ماتوا وهي صغيره. المهم حياتهم كلها جوه المدينه دي اللي متحوطه باسوار من جميع الجهات. المدينه دي اسمها شيجان شينا، وطبعا متحوطه بالاسوار العاليه دي واللي طولها 50 متر عشان تحميهم من العمالقه. واصبحت حياه الناس كلها محصوره ضمن المدن دي اللي داخل الاسوار وما يقدروش يطلعوا براها. ولكن هناك فئه وحيده فقط هم اللي يقدروا يطلعوا بره الاسوار، ودول بقى فرقه تبع الجيش واسمها فيلق الاستطلاع. الفيلق ده هدفه انه يستكشف العالم الخارجي ويجمع معلومات بقدر الامكان عن العمالقه، وده طبعا امل ان البشر يقدروا ينتصروا عليهم في يوم من الايام. المهم ايرين وميكاسا كانوا بيجمعوا شويه خشب، وهم راجعين للبيت بيسمعوا الاجراس بتدق والبوابات بتتفتح ونلاقي فيلق الاستطلاع راجع من رحلته الاستكشافيه. ايرين فرحان جدا انه شايفهم، ولكن شكل الوضع مؤسف جدا. ناس كتيره ميته ومتقطعه الاشلاء واكثر من نص الفرقه ماتت. واحده من الناس بتسال قائد الفرقه عن ابنها، ولكن للاسف ما قدروش يحمى منه شيء غير دراعه بس. القائد ادالها دراع ابنها. الام اكشت بالبكاء وبتقول له يكفيني فخرا ان ابني مات شهيد وهو بيدافع عن البشريه. القائد زعل من نفسه قوي وقال لها لا، كل ده كان غلطي، انا اللي ما قدرتش احمي الجنود بتوعي من العمالقه. ايرين مصدوم من اللي شايفه. ايرين كان نفسه اصلا في يوم من الايام ينضم لفيلق الاستطلاع ويستكشف العالم الخارجي بدل القفص اللي هم محبوسين فيه ده. ايرين في امله ان البشريه تتحرر من عيشه البهايم اللي هم عايشينها دي. المهم بيرجعوا للبيت ونلاقي ميكاسا بتقول لام ايرين ان ابنها عايز ينضم لفيلق الاستطلاع. الام طبعا خافت على ابنها وقالت له اياك تفكر كده تاني. لكن ابوه اللي اسمه جريشا قال له لما ارجع من بره هوريك السر اللي كنت مخبيه عنك وموجود في القبو. ايرين فرحان طبعا، وده لانه كان نفسه يدخل القبو بتاع ابوه اللي كان بيعمل فيه تجارب بحكم شغله انه دكتور وكده يعني. ابوه بعدها بيروح شغله ويسيبهم. ايرين راح يقعد مع صاحبه حبتين واللي اسمه ارمين، بيتكلموا مع بعض عن الاسوار انها ممكن تتدمر في يوم من الايام. الواد ارمين لسه بيتكلم ونلاقي صوت برق قوي جدا بيزلزل المكان. الناس كلها راحت عشان تشوف فيه ايه. ايرين هو كمان بيروح وبيلاقي المفاجاه. المستحيل قد تحقق الان. ارمين مش مصدق عينيه، بيقول ازاي ده السور ده ارتفاعه 50 متر، ولكن خلاص جالكم اللي اطول من ال 50 متر بمراحل. كله يشاهد في ذهول الكارثه اللي هتحصل. وفجاه العملاق الضخم بيضرب البوابه برجله وبيكسرها. العملاق ده فتح الطريق للعمالقه الصغيرين عشان يدخلوا وياكلوا الناس اللي جوه. الناس كلها بتهرب ما عدا شخص واحد بس. الشخص ده هو ايرين. بيقول لنفسه البيت بتاعنا قريب من البوابه، انا خايف لا يكون امي حصل لها حاجه، لازم اروح اشوف امي دلوقتي. بيسيب ارمين والباقي وبيجري على بيته. بيروح هناك وبيتصدم من الفاجعه الكبرى. البيت واقع عليه صخره كبيره وامه محشوره تحت الحيطان. ايرين بيجري عليها وبيحاول يرفع الحيطان بس مش قادر. امه كمان بتقول له اهرب انت وميكاسا، انا كده كده مش هقدر اهرب معاكم، انا رجلي اتكسرت تحت الانقاض ومش هقدر اهرب اصلا. ومن حيث لا تحتسب بالله واحد منهم بيقرب لبيت ايرين. هي دي النهايه يا صاحبي. ايرين خلاص ايقن انهم هيتاكلوا. العملاق بيقرب منهم اكتر وايرين لسه بيحاول ينقذ في امه. امه بتصرخ فيه وبتترجاه انه يهرب. في
اللحظه دي بيجي واحد من الجيش واللي بيحمل الاسوار واللي اسمه هنس، بيوصل لهم يقول لهم ده انا اللي هقضي على العملاق ده واوريكم انا مين. بيجري عليه ويبص له ويتصلب في مكانه. الله يخرب بيت جسحنا، بص بقه عامل ازاي يا جماعه. هنس ساعتها بيدخل السيف بتاعه بيلف وبيرجع تاني كتخيبه قلق وعامل لي فيها 7 رجاله في بعض. بيرجع لايرين وميكاسا وبيشيلهم وبيسيب ام ايرين لوحدها. في اللحظات دي ايرين بيشوف اسوأ منظر منذ ولدته امه، العملاق بيشيل امه من وسط الحطام، وساعتها ايرين بيصرخ من هول المنظر. هو ده المنظر اللي عمره ما هينساه للأبد. ايرين شاف امه بتتاكل قدام عينيه. بالهجوم ده تم اقتحام مدينه شيجانشينا واللي تعتبر الحصن الاول لسور ماريا، احد الاسوار الثلاثه الكبرى والتي تحمي البشريه. الناس اللي في شيجانشينا كلها بدات تتجه نحو بوابه سور ماريا عشان يهربوا من العمالقه. الوضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ايرين وميكاسا تم اخلاءهم على سفينه وموجود معاهم ارمن. في اللحظات دي بيسمعوا كلهم صوت اثار اقدام مدوي جدا. هو شكل العملاق الضخم رجع تاني ولا ايه؟ ونبص نلاقي عملاق تاني خالص غير العملاق الضخم ولكن شكله قوي جدا. بيجري على الجنود بسرعه وبيستهدف كمان السور الكبير سور ماريا. الجنود حماة الاسوار بيضربوه بالمدافع ولكن ده مش بيأثر فيه حاجه. العملاق ده جسمه مدرع بالكامل، بيجري بسرعه رهيبه جدا على البوابه بينطلق عليها بكل ما يحمل من قوه. الجنود خلاص قرروا يهربوا ولكن بتعملوا ايه بس؟ العملاق المدرع قام بكسر بوابه سور ماريا. البشريه خلاص سوف تنقرض عاجلا ام اجلا. ايرين في السفينه قاعد وخايف ومفيش حد فاهم ايه اللي حصل فجاه ده. احنا كنا من ساعتين قاعدين مع بعض والدنيا جميله وفجاه لقينا نفسنا مرميين في الشوارع. ايرين ساعتها بيفتكر امه، بياخد عهد على نفسه انه هينتقم من هؤلاء العمالقه، بيقسم على نفسه بنظرات كلها غضب انه هيبيدهم عن بكرة ابيهم، وبذلك تم اقصاء حوالي ثلث البشريه. وتعالوا بينا بقى نفهم حكايه الاسوار دي. الاسوار الرئيسيه هم 3 اسوار، ماريا وروز وشينا. دول هم الاسوار الكبرى واللي بتحمي البشر من العمالقه. كل سور متصل بيه مجموعه من المدن الصغيره واسمها مقاطعات زي كده مقاطعه شيجانشينا. اولا جه العملاق الضخم وكسر بوابه مقاطعه شيجانشينا، بعد كده جه العملاق المدرع وكسر البوابه الرئيسيه بتاعه سور ماريا، وبكده فقدت البشريه ما يقارب تلت ارضهم، وانتقلوا جميعا الى السور الذي يليه واللي هو سور روز والمقاطعات اللي حواليه. طبعا بسبب الاعداد الكبيره من البشر اللي انتقلت لسور روز كان متوقع انه يحصل مجاعه كبيره للبشريه. الملك قرر انه يضحي بعدد كبير من المهاجرين دول بسبب المجاعه. حوالي 250 الف شخص تم اجبارهم على الحرب مع فيلق الاستطلاع، رجع منهم اقل من 200 واحد بس. انتوا متخيلين حجم العدد اللي مات؟ والتضحيات دي قللت بشكل كبير من المجاعه اللي حصلت. المهم انتقل ايرين وميكاسا وباقي البشر الى مقاطعات سور روز واستقروا هناك. ايرين وميكاسا وارمن كانوا في مقاطعه روست، ودي برضه زي شيجانشينا كده الحصن المبدئي والاولي لسور روز الكبير. ايرين بعدها بيصحى على حلم غريب جدا. حلم ان ابوه بيديله حقنه كده وكان معاه مفتاح القبو كمان. صحي لقى نفس المفتاح متعلق في رقبته. المهم ايرين ما حطش في دماغه قوي يعني وقام مكمل حياته عادي. وبعد 5 سنوات بيروح ايرين واصحابه عشان يودوا اختبارات القبول في الجيش. الجيش بتاعهم بيتكون من 3 فرق اساسيه. اولا فرقه الملك، ودي موجوده في اخر سور من الاسوار واللي بيحمي الملك وحاشيته. الفرقه دي مش هيدخلها غير اكثر ناس كفاءه وقوه في التدريبات، وسيتم اختيار 10 مجندين فقط لحمايه الملك وحاشيته. الفرقه اللي بعد كده هم حماة الاسوار، ودول بيكونوا مسؤولين عن حمايه الاسوار وبينظموا عمليه الدخول والخروج من البوابات، واللي كان منهم هنس واللي انقذ ايرين وميكاسا. اخر فرقه بقى هي فيلق الاستطلاع، هم دول اجنحه الحريه، فرقه استكشافيه هدفها استكشاف العالم الخارجي والقضاء على العمالقه نهائيا. المهم ايرين بيدخل الجيش وبيبدا يتدرب، وعشان يكون الجندي مؤهل لمواجهه اي خطر لازم انه يتقن استخدام ترس المناورات ثلاثيه الابعاد، وده جهاز كده بيمكن الشخص اللي حامله انه يطير باستخدام انابيب الغاز اللي بتولد قوه ضغط كبيره تدفع الشخص بمساعده خطافات، والخطافات دي بتنطلق من السيوف اللي هو ماسكها. يعني باختصار يمسك سيف ويدوس على الزناد يطلع خطاف، يمسك في الجدار يطلع غاز ويطير. عظمه يا عم. السلاح ده فعال جدا في مواجهه العمالقه، وده بسبب الانصار الحاده دي. العمالقه دول بقى كائنات ضخمه جدا وتراوح طولها من 3 امتار لحد 15 متر. اما الغريب في الموضوع هو العملاق الضخم واللي طلع شاذ عنهم بسبب انه طوله اكتر من 50 متر. العمالقه اجسامها بتقدر تتجدد ومش بيموتوا بالانفجارات وغيره، والوسيله الوحيده للقضاء عليهم هو قطع المنطقه اللي ورا الرقبه. هي دي نقطه ضعفهم الوحيده واللي بتقتلهم. المهم كلهم خلصوا تدريبات وايرين طلع من ضمن ال10 الاوائل، والمفاجاه ايرين بيقرر انه ينضم لفيلق الاستطلاع. كل الجنود مستغربين، ازاي يا عم تكون من ال10 الاوائل ومش عايز تنضم للشرطه العسكريه اللي بتحمي الملك؟ ايرين رد عليهم وقال لهم هدفي هو تحرير البشريه والقضاء على كل فرد من العمالقه. انا مش هعيش زي البهيمه اكل
واشرب وخلاص، انا انسان حر وهحرر كل البشريه معايا. ناس كتير برضه بتتاثر بكلام ايرين وبيقرروا انهم ينضموا لفيلق الاستطلاع. المهم ايرين والباقي بيروحوا عشان يظبطوا شويه حاجات فوق السور عادي جدا زي كل يوم، بيتكلموا مع بعض عادي وبيهزروا. ايرين بيقول لنفسه اخيرا دلوقتي البشريه عندها امل في الحريه. ونبص نلاقي مره واحده العملاق الضخم بيظهر من لا شيء، كل العيال مصدومه حرفيا، محدش فيهم قادر ينطق بحرف، وبيقوم من غير اي مقدمات لان البوابه بتاعت مقاطعه تروس بتتكسر. نفس المشهد اللي حصل من 5 سنوات بيتكرر تاني. العيال كلها طارت بس طبعا مسكوا في الجدار ما عدا واحد منهم اغمى عليه. واحده من المجندين واسمها ساشا بتجري على الواد بسرعه وبتلحقه. البت ساشا عندها قدرات بدنيه جامده جدا على فكره. المهم ايرين بيفتكر امه واللي حصل من 5 سنين، بيقول لا مش هخلي الموضوع ده يتكرر تاني. بيشجع باقي زمايله بيقول لهم كلهم يهجموا على العملاق الضخم. ايرين جات له الشجاعه وبيطير عليه وبيبهرنا بقوه العزيمه الرهيبه. بينطلق نحوه فعلا وخلاص هيموته، ولسه بيضرب بالسيف بتاعه ونلاقي بخار كتير طالع حوالين ايرين. ايرين بيدوس على الزناد وبيهجم ولكن مفيش اي حاجه. العملاق الضخم اختفى في لمح البصر. ايرين مش فاهم حاجه، بيقول لنفسه ده زي اللي حصل من 5 سنين بالظبط، ظهر من العدم ودلوقتي برضه بيختفي للعدم. المهم ايرين بيرجع لاصحابه بيجي لهم امر انهم يتوجهوا لمقر القياده. بيروحوا كلهم هناك عشان يتجهزوا ويقدروا يحموا البشر اللي لسه موجودين على ما يخلوا المكان. بيروح ايرين مع ارمن وشويه مجندين عشان يقدموا دعم للفرقه اللي قدام، وهما بيتحركوا بيتفاجئوا بعملاق شاذ بيطير عليهم. بيتراجعوا كلهم بيبصوا عليه ويلاقوا واحد من زمايلهم في بقه. العيال مرعوبين، العملاق اكل الواد فعلا. ايرين اتعصب جامد، بيهجم عليه وبيقول له ازاي بالصوره دي تموته كده. صحاب ايرين كمان كلهم بيروحوا معاه. ايرين عمال يطير ورايح عليه وهوبا نلاقي اللي طالع من تحتيه. العملاق اكل رجل ايرين. ايرين اتدرمغ حرفيا، كل اصحابه كمان وقعوا في ثواني معدوده. ارمي من كتر الرعب فقد السيطره على جسمه واعصابه سابق. كل اصحابه ماتوا وايرين مرمي قدامه متغرق في دمه وهو مش قادر يعمل حاجه. عملاق كمان من العمالقه بيمسك ارمن وخلاص هياكله. ساعتها ايرين بيفتكر صاحبه ارمن زمان وانهم كانوا نفسهم يستكشفوا العالم الخارجي، كانوا بيفتحوا كتب مع بعض ويتفرجوا على البحار والمحيطات وغيره. ساعتها ايرين بيقوم تاني وملامحه متفجره بالغضب، بيمسك صاحبه ارمن قبل ما العملاق يبلعه، بينقذه من العملاق وبيقف هو بداله. ارمن بيقول له طب اطلع بسرعه ونلاقي اللي دايس عليه. ايرين تم اكله من قبل العملاق، وبعد كده بيتم اخلاء جميع المواطنين بالكامل. كل ده حصل طبعا بفضل جهود الجنود وتضحياتهم. وبعدها ارمن بيلاقي نفسه وسط زمايله التانيين، بيصحى ويلاقي الوضع مزري بصوره مش طبيعيه. امدادات الغاز بتاعتهم كمان خلصت ومش عارفين يتحركوا من مكانهم، وعدد كبير منهم قد ابيد بمعنى الكلمه. اجراس الانسحاب دقت ولكن هم مش قادرين ينسحبوا بسبب ان ما عندهمش غاز. برج التعزيزات متحوط بالعمالقه والمجندين اللي فيه مش قادرين يطلعوا ويقدموا الدعم لباقي المجندين. ميكاسا ساعتها شغاله تدور على ايرين ولكن هي مش لاقياها. بتروح لارمن وبتساله. ارمن ساعتها بيبكي ويقول لها ان ايرين هو اللي انقذني وانا ما قدرتش اعمل حاجه. ايرين يقدر اتاكل عشان انقذني. ساعتها ميكاسا بتسيبهم وتقول لهم انا اقوى منكم كلكم، انا هقضي على العمالقه دول كلهم لوحدي وخليكم انتم قاعدين تعيطوا هنا مع نفسكم. ميكاسا بالفعل سابتهم ومشيت. بالله بعدها واحد من المجندين واسمه جان بيشجعهم يقول لهم يلا على المقر الرئيسي، هناك هنلاقي كل التعزيزات وهنقدر ننسحب في الاخر. ميكاسا فعلا قويه بشكل لا يصدق، شغاله تقتل في كل العمالقه ولكن بتستخدم غاز كتير جدا. الغاز بيخلص منها فعلا وبتقع. جان بيامر بقيه المجندين انهم يكملوا وما لهمش دعوه بميكاسا. ميكاسا بتقع وبتتحوط بالعمالقه، فقدت الامل واستسلمت انها تموت ولكن عندها قوه غريزيه دفاعيه قويه جدا، حاجه جواها بتقول لها لا دافع عن نفسك. وفي الوقت ده بيجي كمان عملاق من ورا ميكاسا، بتفتكر ماضيها مع ايرين وبتصوت بقى على صوت عشان تهجم على العملاق ونلاقي العملاق التاني هو اللي بيهجم عليه. ميكاسا بتبص وبتتفاجئ بعملاق معضل وقوي جدا، بيصرخ هو كمان بقى على صوته بيقتل في العملاق التاني. ارمن ساعتها بيلمح ميكاسا وبينقذها من الوضع ده. بيتفرجوا هما الاثنين على العملاق الغريب ده ويلاقوه بيهجم على العمالقه التانيين وبيقتلهم. نرجع بقى لجان والباقي اللي بينطلقوا لمقر القياده عشان يجيبوا التعزيزات. واجهوا صعوبه كبيره عشان يوصلوا هناك بس قدروا يوصلوا في الاخر. جان بيوصل هناك ويلاقي المجندين اللي جوه قاعدين وخايفين وفاقدين الامل. بيتعصب عليهم يقول لهم ايه اللي انتوا بتهببوه ده؟ صحابكم بيموتوا بره وانتوا قاعدين بتشخوا على نفسكم، كاتكوا خيبه منيله بنيله. وفي اللحظه دي العمالقه بتقتحم المكان فجاه. جان بيقول خلاص كده شكلنا هنموت ونلاقي اللي ضاربهم بالبوكس ومطيرهم. ايوه هو ده نفس العملاق اللي بيقتل في العمالقه. ميكاسا وارمن وكوني ساعتها بيوصلوا هم كمان للمقر. جان مستغرب ازاي انتوا قدرتوا تيجوا؟ رد عليه كوني وقال له كل ده بسبب العملاق ده، شكله شاذ كده وبيقتل في كل اصحابه، هو ده وسيله هربنا دلوقتي ولازم نستغلها. المهم بيعرفوا بعدين ان الامدادات موجوده في القبو تحت، والقبو ده مليان عمالقه صغيرين من فئه ال3 امتار. ارمن عمل لهم خطه تتمثل في انهم ينزلوا عند العمالقه ويستنوا لحد ما يقربوا منهم ويضربوهم
يضربهم بالبنادق في عينيهم، وساعتها هيكون مستخبي المجندين النخبه. اول ما العمالقه تنضرب في عينيهم هيستغلوا الفرصه وينقضوا عليهم ويقتلوهم، وبالفعل عملوا كده وقدروا يهربوا كلهم. ارمن وميكاسا وجان وبعض المجندين وقفوا عشان يتفرجوا على العملاق ده، لقوه متحصل من كل العمالقه وبيتاكل منهم. بس اول ما بيشوف العملاق ده بيتعصب عليه جامد وبيهجم عليه وبيعضه من رقبته. العملاق من كتر غضبه قدر يقضي على العمالقه التانيين وده بدون ما يستخدم دراعاته حتى، وبعدها بيقع العملاق على الارض. ميكاسا بتبص عليه كده وبتنصدم بخروج شخص منه. الشخص ده هو ايرين. ايوه يا جماعه، ايرين ما ماتش لسه. ميكاسا بتجري عليه وبتاخده في حضنها، بتحط ودانها على قلبه عشان تتاكد من النبض بتاعه وتلاقيه لسه شغال وتتاكد انه ما ماتش ولا حاجه. ايرين لسه حي. ميكاسا ساعتها بتحضنه وبتبكي بشده. خدته وطلعوا فوق السور وارمن مش مصدق عينيه، ده حتى رجله وايديه اللي اتقطعوا رجعوا تاني. ارمن هو كمان بيبكي على ايرين، وساعتها عرفوا كلهم ان ايرين هو اللي عمل كل ده. ايرين هو اللي كان جوه العملاق وبيتحكم فيه. المهم بيرجع المجندين كلهم بيسحبوا لسوروس عشان يقابلوا قائد الفرقه ويبلغوه بالتفاصيل، وبنعرف ساعتها ان قبل ما كل ده يحصل كان فيلق الاستطلاع رايح في رحله استكشافيه خارج الاسوار، وبنشوف ساعتها حجم قوه الفيلق ده. منهم واحد كده اسمه ليفاي، وده قائد من قاده فيلق الاستطلاع بس قوته رهيبه جدا. المهم وهم بره بيوصل لهم خبر اقتحام العمالقه المقاطعه التروس، فبيقرروا انهم يرجعوا تاني عشان يقدموا لهم الدعم وكده. نرجع بقى ليرين واللي بيصحى ويلاقي نفسه وسط محاكمه عسكريه هو وارمن وميكاسا. كل المجندين بما فيهم القائد بتاعهم خايفين من ايرين، وده طبعا بسبب اللي حصل وان ايرين قدر يتحول لعملاق وكمان طلع منه. ايرين مش فاهم اي حاجه بتحصل له، هو اصلا ناسي اللي حصل. ما هم لازم يخافوا يا جماعه برضه، هم دلوقتي مش عارفين ايرين ده عملاق ولا انسان ولا ايه بالظبط. القائد شغال يتكلم شويه كلام كده ملوش اي 30 لازمه، وتقوم ميكاسا متصدره له وبتقول له لو حد فيكم الراجل يجي يواجهني. لا جدع يا بت. قام اللي جنبه بيتدخل وبيقول له خلي بالك دي ميكاسا قوتها تعادل 100 جندي وخسارتها تعتبر خساره كبيره للبشريه. ايرين بيبص لنفسه مش فاهم اي حاجه، ولكن بالله القائد مره واحده بيقرر انهم يقضوا على ايرين. بيامر صاحب المدفع بفتح النار عليهم. ميكاسا بتشيلهم هما الاثنين وبتقول لهم هنهرب بسرعه. ساعتها ايرين بيشوف مفتاح القبو، بيفتكر كمان الحقنه اللي خدها وبيفتكر ابوه وبيقول له انت اللي هتستعيد سور ماريا، انت هو امل البشريه الاخير يا ايرين. القذيفه ساعتها بتنطلق عليهم. ايرين بيعض ايده ساعتها وبيتحول وبيصد الهجوم. جميع من في المكان اتصدم، ده عباره عن تحول غير كامل لعملاق. القائد ساعتها بيزداد خوف اكتر واكتر. ايرين بيطلع من العملاق بسرعه وبيروح لارمن وبيقول له انا مش عارف ده ايه، بس انا عارف حاجه واحده بس، كل اسرار العمالقه والحاجات دي كلها موجوده في القبو بتاع ابويا. المعلومات اللي كان فالق الاستطلاع نفسه يجيبها ابويا كان مخزنها كل السنوات اللي فاتوا. المهم ايرين بيقول لهم عندي خطتين، اول خطه اني اهرب واسيبكم واروح للقبو واكتشف كل حاجه بنفسي وهم كده كده مش هيعملوا لكم حاجه. الخطه الثانيه ان ارمن يتكلم معاهم ويحاول يقنعهم ان قدره العملاق دي مهمه وهتفيدهم جدا استراتيجيا. وبالفعل ارمن ساعتها بينفذ الخطه الثانيه، بيتكلم مع القائد بكل اللي يقدر عليه، بس ده من كتر خوفه ما عادش شايف قدامه. ارمن خطابه كان عظيم جدا ولكن ده لا حياه لمن تنادي. لسه بيمرهم بالهجوم عليه ويقوم ماسك ايده القائد الاعلى للقوات المسلحه القائد بيكسيس. بيقول له طول عمرك حمار يا صاحبي، يلا روح العب بعيد وانا من دلوقتي متكفل بالموضوع ده. القائد بيكسيس هو اللي انقذ ايرين. بيسمع لكلام ارمن وفعلا بيقرر انهم يسترجعوا مقاطعه تروست باستخدام عملاق ايرين. بس ازاي؟ شايفين الصخره دي؟ هدفهم ان ايرين يتحول لعملاق ويمسك الصخره دي ويحملها لحد البوابه وفي الاخر يسد الخرم الكبير ده. الجنود في بدء الامر ما كانوش راضيين، ولكن مع شويه كلام تحفيزي من بيكسيس بيقرروا انهم ينفذوا العمليه. وبالفعل تتمثل العمليه انهم يستدرجوا العمالقه كلهم ناحيه الزاويه البعيده وبعد كده يقتلوا فيهم باستخدام المدافع. في الوقت ده هيكون ايرين عند الصخره ويتحول لعملاق ويشيل الصخره ويسد البوابه. طبعا في بعض العمالقه ممكن تهجم على ايرين، وعشان كده هيكون معاه فرقه من المقاتلين النخبه عشان يحموه من اي عملاق. وبدات الخطه. ايرين بيوصل هناك باقصى سرعه وقوه وبيتحول فعلا. بيقف كده قدام الصخره وفجاه ايرين بيهجم على ميكاسا. كله اتصدم، ايه اللي بيحصل ده؟ اتاري ان ايرين فقد وعيه اصلا وبيتصرف بدون علم منه. ميكاسا بتحاول تتفاهم معاه ولكن لا حياه لمن تنادي. تم اطلاق اشاره دخانيه حمراء وتعني فشل المهمه، ولكن هل بكده خلاص هيسيبوه لوحده؟ كل الفرقه اجمعت انهم يسيبوه، ما كانوش مقتنعين بالفكره من الاول. ميكاسا بس هي الوحيده اللي عندها امل. القائد برضو بتاع الفرقه شاف كده وامرهم انهم يكملوا ويحموا ايرين لحد ما يجدد نفسه ويرجع لوعيه. وساعتها بيوصل خبر فشل المهمه لارمن. ارمن ساب كل حاجه واتجه لناحيتهم. لا ايرين واقع وحالته حاله. راح عنده وجات له فكره، بيقول لنفسه انا لازم افوقه، هو اكيد موجود ورا رقبه العملاق في النص بالظبط، يبقى انا هضرب السيف في مكان بعيد عن النص بحيث انه ما يأذوش. وبالفعل ارمن بيثبت نفسه وبيضرب ايرين بالسيف. السيف بيرشق في دراعه والعملاق بيتألم جدا. ارمن بيتكلم مع ايرين وبيحاول يفوقه. في اللحظه دي ايرين بيفوق فعلا، ونتفاجأ جميعا بايرين حامل الصخره ورايح للبوابه. ايرين بيخطو اولى خطواته في سبيل انتصار البشريه. كل اللي حواليه اتحفزوا وبداوا يدافعوا عن ايرين. الصخره كبيره جدا وتقيله عليه
ولكن ايرين عمره ما هيستسلم. ميكاسا برضه والتانيين حاميينه لحد ما بيوصل لهناك. ايرين اخيرا بيسد البوابة بالصخرة اللي كان شايلها. وها قد انتصرت البشرية للمرة الأولى على العمالقة. فرحة غامرة أصابت كل من في المكان. هي دي فرحة النصر يا جماعة، فرحة انتصار البشرية. وبعدها ايرين بيطلع من العملاق. لسه في عمالقة رايحة عندهم ونلاقي ليفاي من فيلق الاستطلاع بيتدخل وبيقتل العمالقة في لمح البصر. فيلق الاستطلاع هم كمان رجعوا، وبكده نجحت عملية استعادة تروس وتم القضاء على كل العمالقة في المدينة. وكمان تم القبض على 2 من العمالقة وده بهدف عمل التجارب عليهم وغيره. وأخيرا تتجه البشرية نحو أولى خطوات الحرية. ده كله حصل بفضل عزيمة وإرادة وقوة إيرين. بعدما قام إيرين بسد بوابة مقاطعة تروس بيجي ليفاي وفيلق الاستطلاع ويخلصوا على الباقي من العمالقة. إيرين كان نام على نفسه من شدة الإرهاق والتعب، لكن بعدها بيصحى يلاقي نفسه في سجن كده تحت الأرض وإيديه الاتنين متكلبشين. الواد مش فاهم في إيه بيحصل. الرائد ليفاي موجود وكمان القائد الأعلى لفيلق الاستطلاع موجود واللي اسمه إيروين سميث. بيقول له بص يا سيدي الناس، أنت دلوقتي محبوس هنا عشان تتحاكم بسبب القوة اللي عندك دي. ولا قول لي صحيح، هو أنت هدفك إيه ومع مين بالظبط؟ إيرين بص له كده وقال له أنا عايز انضم لفيلق الاستطلاع وبيد كل فرد من العمالقة. ليفاي قال لنفسه أيوه هو ده. المهم بتنتهي المهلة اللي بيقابلوه فيها وبيستعدوا للمحاكمة. وباختصار يعني الشرطة العسكرية عايزة تستحوذ على إيرين لمجرد إن قوته جديدة وتشكل خطر على البشرية ولازم يتقتل أو يتعدم أو يتم التخلص منه. أما بقى إيرون قائد فيلق الاستطلاع عايز يضم ليهم عشان يستفيد بقوته في تحرير البشرية واستعادة باقي أراضيهم زي سور ماريا ومقاطعة شيغانشينا كده. وكمان عايز يعرف أسرار العمالقة اللي موجودة في القبو بتاع أبو إيرين. المهم بتبدأ المحاكمة والتي يرأسها واحد كده اسمه زكري. هو ده القائد الأعلى للجيش كله بما فيهم فيلق الاستطلاع بالشرطة العسكرية بحماة الأسوار. كل واحد من القادة الثلاثة قال اقتراحه بخصوص إيرين. قائد الشرطة العسكرية قال إنهم عايزين ياخدوا إيرين ويشرحوا جسمه وبعد كده يتخلصوا منه ويقتلوه عشان بيشكل خطر عليهم. قائد حماة الأسوار بيكسس قال لهم إن فعلا إيرين قوته مفيدة وقدر يسد البوابة نهائيا بتاعة مقاطعة تروس. أما بقى القائد إيروين قال لهم هنستغل قدرة إيرين ونستعيد مقاطعة شيغانشينا. هنخرج من البوابة اللي في الشرق عشان بوابة مقاطعة تروس خلاص اتسدت بالصخرة وما ينفعش نخرج منها، وبكده هنقدر نستعيد الجزء اللي فقدناه من أراضينا. اشتدت المناوشات في المحاكمة وإيرين اتعصب عليهم وليفاي قام ضربه وقال لهم لو هو فعلا خطر علينا فيلا ورونا ازاي. ده انا اقدر اقتله بصباع رجلي الصغير، انتوا بتقولوا ايه؟ ايروين استغل اللحظه دي وقال للقائد ان ايرين هيكون تحت تصرف وحكم ليفاي، ولو في لحظه حسينا بخيانه او غدر منه فالرائد ليفاي هيقتله. المهم في نهايه المحاكمه وافق قائد الجيش زكري على مقترح القائد ايروين وتم تسليم ايرين لفيلق الاستطلاع تحت حكم الرائد ليفاي. وبالفعل الفيلق اخده وكان تحت وصايه فرقه ليفاي واللي فيها واحده كده مهووسه بالعمالقه واسمها هانجي. دي كانت مسؤوله عن تدريب ايرين ودراسه قوه العمالقه وكمان العملاقين اللي انقبض عليهم كانوا تحت وصايتها. ايرين فعلا بدا يتدرب وعايز يتحول تاني لعملاق بس مش عارف القوه دي بتشتغل ازاي. الواد قطع ايديه من كتر العض بس مفيش فايده. طلع قاعد معاهم عادي وبيجيب المعلقه وبوم انفجار صدم كل من في المكان. ايرين حول دراعه بس لدراع عملاق. الواد مش عارف ازاي ده حصل وبيبص وراه يلاقي ليفاي بيحاول يهدف الجنود. كلهم خايفين وعايزين يقتلوا ايرين وليفاي بيقول لهم مفيش حاجه يا جماعه ده ايرين لسه بيسخن. هانجي ساعتها بتيجي هي كمان فرحانه قوي بالدراع ده ولكنها فرحه جوازها. الله يخرب بيت دي فرقه مهووسه يا جدعان. فيلق الاستطلاع ده حاجه اخر مسخره والله. المهم ايرين بيشيل دراعه وبيرجعوا لمقرهم والجنود بيتاسفوا لايرين عشان شكوا فيه. ولكن هل الاوضاع هتهدى؟ ابدا يا جماعه. بيصحوا تاني يوم ونلاقي العملاقين اللي كانت هانجي ماسكاهم وبتعمل التجارب عليهم قد تم قتلهم من قبل احد الجنود. بس مين هو اللي قتلهم وايه غايته من الفعل ده؟ تم عمل تحقيق شامل بين الجنود ولكن بلا فائده. ايروين ساعتها بيقول لايرين في رايك كده مين هو العدو يا ايرين؟ قال له الكلمه دي وسابه ومشي. شكل في ان في الموضوع. ارمن وجان بقى والباقي واقفين مع بعض وبيتكلموا يقرروا يدخلوا ايه بالظبط. ارمن بيقرر ينضم لفيلق الاستطلاع طبعا عشان صحابه ايرين وميكاسا. جان كمان بيفكر ينضم معاهم. واحده كده من ضمن المجندين واسمها اني ليون هارت تعتبر من ضمن العشرة الاوائل. بتقول لارمن ينضم معاها للشرطه العسكريه احسن. ارمن بيقول لها لا انا هروح مع اصحابي واللي يحصل يحصل. قالت له انت ضعيف ولكنك عندك شجاعه قويه. قال لها وانت طيبه على فكره ومش عايزانا نخاطر بحياتنا. كوني بقى واقف جنبهم وبيقول ايه العالم الهبله دي شجاعه ايه وطيبه ايه واحنا فاضيين للكلام ده دلوقتي. المهم بتنتهي هذه الحوارات وفعلا اغلب اصدقاء بينضموا معاه لفيلق الاستطلاع واللي كان من ابرزهم ارمن وميكاسا وجان وكوني والبت ساشا. وكمان موجود معاهم بعض المجندين واللي كان لهم علاقه بايرين زي راينر ويومير وغيرهم. وبعد استعدادات طويله اخيرا جاء اليوم المنشود. اول رحله استكشافيه بعد انضمام ايرين والتي تهدف لاستعاده مقاطعه شيغانشينا وسور ماريا. البوابه بتتفتح وايروين بيصرخ باعلى صوته وبينطلقوا جميعا نحو تحرير البشريه. الخطه اللي هيمشوا بيها اقترحها القائد ايروين واسمها تشكيله الاستكشاف بعيد المدى. الخطه دي تهدف للتحرك في الاراضي الواسعه باستخدام اسلوب معين هنشرحه دلوقتي. تم تقسيم الجنود ووضعهم في اماكن
معينه. الصف الامامي من التشكيله هو فريق الكشاف، وده هو اللي بيكتشف العمالقه. اول ما واحد فيهم يشوف عملاق بيطلق اشاره دخانيه حمراء في اتجاه العملاق ده، واللي يشوف الاشاره دي هو كمان بيضرب نفس الاشاره الحمراء، وساعتها القائد يقدر يحدد اماكن العمالقه، وبعدها يقوم موجه الجنود عن طريق اطلاق اشاره دخانيه خضراء، وبكده يضمن ليهم سير التشكيله بسلام بدون مواجهه واعتراض العمالقه ليهم. ولكن طبعا في بعض الاحيان ممكن تظهر عمالقه غير طبيعيه، دول بقى بيتجاهلوا الكشافه اللي حواليهم وبيقتحموا الخطه وبيبوظوا التشكيله، ولو حد شافهم بيطلق اشاره دخانيه سوداء، وكمان لازم يتخلصوا من العملاق الشاذ ده في اسرع وقت عشان ما يبوظش تشكيله القائد. وبالفعل تم القضاء على واحد من العمالقه الغير الطبيعيين واللي كان قريب من ارمن. ولكن هل بكده خلص الموضوع؟ لا والله، ده احنا لسه بنبدا المجزره. الرجاله لسه مخلصين تقتيل وبيلمحوا عملاق تاني جاي من بعيد، مستغربين ازاي قدر يعدي كل المسافه دي بدون ما حد من الكشافه يوقفه. يبقى اكيد ده من العمالقه غير الطبيعيين. الرجاله لسه بتتكلم ونلاقي العملاق حصلهم. يا نهار ابيض، ايه السرعه دي؟ وكمان دي شكلها عملاقه انثى. كلهم مصدوم، دي اول مره تحصل ان يكون العملاق انثى. ارمن ساعتها مذهول وبيضرب اشاره دخانيه سوداء. الرجاله بيحاولوا هما الاثنين يعترضوا، ولكن بدون سابق انذار هما الاثنين بيتقتلوا في ثواني معدوده. ارمن صعق من اللي شايفه. العملاقه بتبص لارمن وبتجري عليه، بتلحقه فعلا، وارمن مذهول خلاص هيفقد عقله. من قوه خطواتها الحصان بيطير وارمن بيطير معاه. ارمن بيقع على الارض. العملاقه بتقرب منه وبتكشف وشه وبتتاكد منه وبعديها بتسيبه. ارمن ساعتها اتصدم، عرف ساعتها ان دي مش عملاقه، لا ده انسان، ولكن جوه جسم عملاق شكله شكل ايرين. ارمن بعدها بيقابل جان وولاد التاني اللي اسمه راينر، بيقول لهم العملاقه دي مش طبيعيه، دي انسان. وكمان شكل كده العملاق الضخم والمدرع برضه شكلها، وهما الثلاثه عاملين تحالف ضد البشريه. بس ارمن بيقول لا، دي شكلها بتدور على حد معين. ايرين، ايوه هو ايرين. الواد جان بيقول بس انا ايرين عندي في المقدمه اليسرى. ارمن بيقول له ازاي ده انا عندي موجود في المؤخره. راينر هو كمان مكان ايرين في المخطط بتاعه مختلف. ساعتها ارمن عرف سبب ان ايروين مغير مكان ايرين في المخططات بتاعه الجنود. ايروين كان عارف ان في خاينين وجواسيس وسطهم. يا ابن اللعيبه يا ايروين. المهم ارمن قال لهم مستحيل ان ايرين يكون في المقدمه او في اجزاء مش مؤمنه كويس. ايرين احتمال كبير يكون موجود في اكتر مكان مؤمن وهو مركز المؤخره. بيتفقوا مع بعض هما ثلاثه عشان يوقفوها، فعلا بيهجموا عليها كلهم. العملاق قويه بشكل مبهر ووقعتهم كلهم وخلاص كانت هتموت جان. في اللحظه دي ارمن بيتدخل وقال له انتقم لموت صديقنا ايرين يا جان. العملاقه سمعت الكلمه ووقفت في ساعتها. كده ارمن شتت تفكير العملاق وخلاها تفكر ان ايرين مات. ونلاقي ساعتها راينر بيتدخل وبيهجم على العملاقه لوحده. العملاقه بتمسكه وبتضغط عليه جامد. العملاقه دست على دماغ راينر. العيال اترعبوا، ولكن بالله الواد بعدها بيفلت منها بقوه رهيبه. راينر برضه لا يستهان بيه، شال ارمن وبيهرب بيه. راينر مفكر ان العملاقه بتهرب، ولكن ارمن ما زال في ذهوله بيقول ازاي ده رايحه ناحيه مركز المؤخره، رايحه كده عند ايرين. طب هي عرفت منين مكان ايرين؟ المهم راينر وارمن وجان فضلوا في مكانهم مستنيين حد يجي لهم عشان الاحصنه اللي معاهم ماتت. وفعلا جات لهم بنت كده واللي اسمها كريستا، جابت لهم احصنه وعرفوا يخرجوا من المكان اللي هم فيه. واكتشفوا بعدين الجناح الايمن كله قد ابيد بمعنى الكلمه، ولكن لسه الدخان الاخضر مستمر، وده معناه ان العمليه ما زالت مستمره. العيال مش فاهمه اي حاجه، منين الجناح اليمين متدمر ومنين هنكمل العمليه واحنا اصلا معناش فريق كشاف وقدرتنا على الاستكشاف اتعطلت. ولكن شكل القائد ايرون في دماغه حاجه ما حدش يعرفها. بيقربوا من الغابه وبيجي لهم امر انهم يتوسعوا على حدود الغابه ويستعدوا للهجوم مضاد ويمنعوا اي عملاق انه يدخل. مفيش غير الخط المركزي بس هو اللي يدخل جوه الغابه. ايرين مش فاهم اي حاجه، وكلها لحظات وتخرج لهم العملاقه الانثى. ايرين اترعب. العملاقه السريعه لدرجه انها كانت هتمسك ايرين في ثواني. الوضع اللي ايرين فيه مأساوي جدا، كل اللي معاه فقدوا اعصابهم. بيطلبوا من الرائد ليفاي انه يسمح لهم انهم يهجموا عليها. ليفاي قال لهم خليكم زي ما انتم وما تعملوش اي حاجه غير اما اقول لكم. ايرين بقى يقول لا ازاي؟ الناس شغاله تموت حوالينا واحنا نكمل طريقنا كده ببساطه عادي ونسيبهم يتقتلوا؟ ايرين مش مقتنع بالكلام وعايز يتحول لعملاق ويهجم عليها لوحده. صحابه بيحاولوا يمنعوه لكن ايرين برضه مصر. ليفاي قال له كلمه هي اللي جابت الخلاصه، قال له انت مش غلطان في حاجه، لو عايز تتحول فتحاول يا عم، يا اما تثق في نفسك يا اما تثق في انا وفيلق الاستطلاع. ايرين بالفعل بيختار انه يثق فيهم ويكمل معاهم. العملاقه بتزود في سرعتها ولكن بدون اي مقدمات، لان خطافات واسهم بتطلع من كل مكان. ده فخ عامله القائد ايرون عشان يقبض على العملاقه دي. يا ابن اللعيبه ايروين، ده طلع عارف كل حاجه، واتضح دلوقتي ان الهدف من المهمه انهم يقبضوا على الجاسوس اللي كان في وسطهم. هو ده اكيد نفس الشخص اللي قتل العملاقين بتوع هانجي. المهم اللي فايق لهم يلا خدوا الحصان بتاعه وروحوا مكان بعيد وخبوا ايرين، اسيبكم انا بقى. بيروح عند ايرون وبيقول له ان احنا ضحينا بجنود كتير عشان نمسك العملاقه دي، يا ريت نعرف نستفيد بيها في حاجه في المره دي. العملاقه خلاص مش قادره تحرك صباعها حتى. ليفاي بينزل يقف على دماغها وبيهددها بشويه كلام كده، ولكن العملاقه بتفاجئهم كلهم وبتصرخ صرخه مدويه سمعت في الغابه كلها. ونتفاجئ جميعا بهجوم عمالقه كتير من مختلف الجهات ورايحين كلهم عند العملاقه. الجنود شغاله تقتل فيهم ولكن مفيش فايده بسبب عددهم الكتير جدا. العمالقه حرفيا كروا العملاقه الانثى وقطعوها الى اشلاء.
في اللحظه دي ايروين بيقرر الانسحاب وبتفشل المهمه، ولكن بيامر الرائد ليفاي انه يعيد شحن الغاز بتاعه ويبدل انصار سيوفه. ايروين شاكك ان الشخص اللي جوه العملاق ما ماتش ولا حاجه ولكنه هرب. في هذه الاثناء الفريق اللي مع ايرين بيشوف اشاره دخانيه ومفكرين انها من القائد ليفاي عشان يعرف مكانهم. بيعرفوه مكانهم ونلاقي شخص جاي وقاتل واحد منهم. ده مش ليفاي ولا حاجه يا جماعه، ده هو الشخص الجاسوس اللي كان جوه العملاقه، وكلها ثواني معدوده ونلاقيه بيتحول تاني. الله يخرب بيت كده، ده احنا شكلنا مش هنخلص. ايرين عايز يتحول تاني بس برضه زمايله بيمنعوه يقولوا خليك واثق فينا، سيبنا احنا واهرب انت واحنا هنتصرف. وبالفعل ايرين سابهم ودول فضلوا يهجموا على العملاقه، قدروا فعلا يطيروا عينيها وكمان دراعاتها الاثنين. ايرين بيقول ايوه هم دول فرقه ليفاي. بيطير وشه وعينك ما تشوف الا انه العملاقه كانت اول واحد فيهم في ثواني. البنت مش مصدقه وبتقول ازاي ده احنا مطيرين عينيها مش تلحق تشفيها بالسرعه دي، ولكن العملاقه طلعت ذكيه جدا. دي ركزت الشفاء بتاعها على عين واحده بس، جريت ورا البنت وقتلت هي كمان وسط صرخات وبكاء من ايرين. اخر واحد فيهم اصابه الحزن الشديد وقرر يهجم عليها لوحده، ولكن بتصلب رقبتها وسيفه بيتكسر وبتقتله هو كمان. العملاقه عندها قدره غريبه على التصلب وبتقدر تصلب اجزاء معينه من جسمها. ايرين هيموت من حسره ويقرر انه ينتقم ليهم ويقتلها. بيتحول وبيصرخ باعلى صوته في الغابه. ميكاسا بتسمعه بتروح على طول على الصوت. ليفاي هو كمان سمع وعرف ان في حاجه هناك وراح بسرعه عليه. ايرين شغال يهجم عليه وهي مش ملاحقه تفادي ايه ولا ايه من قوه وسرعه هجماته. الواد من كتر حقده مش راحمها نهائي. ليفاي ساعتها بيوصل عند اصحابه وبيلاقيهم ميتين كلهم. ايرين بيوقع العملاقه ومتعصب عليها جامد وعايز يقتلها. بتقدر تقوم وبتستغل تهوره وبتديله واحده في اسنانه، ولكن ده ايرين يا ماما بتعملي ايه؟ ولكن لما لقيته مصر كده قررت انها تستخدم اخر اساليبها قوه. ايرين اول ما شاف الوضعيه بتاعتها تصنم في مكانه. العملاقه ادته رجل طيرت دماغه، بتفتح بوقها جامد وخلاص هتاكل ايرين. ساعتها ميكاسا بتوصل وبتصرخ على ايرين، ولكن خلاص ميكاسا مش قادره تصدق اللي شايفاه بعينيها. العملاقه اكلت ايرين. ميكاسا في قلبها حزن لا يطاق، اتعصبت جامد وانطلقت على العملاقه لوحدها، شغاله تشرح فيها ومفيش تفاهم. العملاقه بتهرب منها والليلي فاي هو كمان بيتدخل، بيقول لها شت فيها انت وانا ههجم عليها من ورا ظهرها. وبالفعل العملاقه حست بالليفاي وبتهجم عليها من الواد فتح عليها المشرحه وهتك يا تقطيع. العملاقه مش مستوعبه ولا شايفه ليفاي من كتر سرعته، خزع عينيها وشرح لها جسمها والعملاقه وقعت. ميكاسا شافت رقبتها مكشوفه قالت دي فرصه اني اقتلها. ليفاي قال لي ميكاسا اقفي عندك اياكي تروحي عندها، وفعلا راح عندها بسرعه والحقها بس رجله اتجزعت. فتح بوق العملاقه وبيطلع ايرين من جواها وبيهرب. بيرجعوا كلهم للاسوار وعلامات الفشل والحزن تخيم عليهم جميعا. الناس بتقول دول ما كملوش يوم على بعض وعدد كبير منهم ماتوا ورجعوا في نفس اليوم. تم استدعاء القائد ايرين وباقي اعضاء فيلق الاستطلاع للتحقيق في هذه العمليه، وكمان كده شكلهم عايزين يخلوا ايرين في حيازه الشرطه العسكريه. وبالفعل تاني يوم فيلق الاستطلاع والقائد جهزوا نفسهم للانطلاق لمقر العاصمه، ولكن القائد عنده فكره لتهريب ايرين عشان الشرطه ما تاخدوش وتشرحه. وهم في طريقهم للملك هيعدوا على مقاطعه اسمها ستوهس. المقاطعه دي هيكون فيها جنود من الشرطه العسكريه ومن ضمنهم البت اللي اسمها اني واللي كانت صاحبه ارمي. هم هيستغلوا وجود البت دي ويخلوها تساعدهم ويهربوا ايرين. وبالفعل راحوا تاني يوم وارمي ندى لاني ولا على كل حاجه وانهم محتاجين مساعدتها في الهروب من المدينه. البت مستغربه ولكن قررت تساعدهم في الاخر. وصلوا المكان زي نفق كده تحت الارض ولكن اني ما رضتش تنزل معاهم. ايرين وارمن بيتحايلوا عليها ولكن البت مش راضيه نهائي. ساعتها ارمن بيكشف كل حاجه. لا هو انت ليه كان معاكي ترس المنورات بتاع ماركو في التحقيق بتاع العملاقين اللي اتقتلوا؟ وبالمناسبه ماركو ده كان صاحبهم في الفرقه ولكن مات موته بشعه ومفيش حد يعرف مات ازاي. المهم ارمن بيقول لها انت اللي قتلت العملاقين صح؟ انت اللي ما رضيتيش تقتليني برضه ساعتها عشان كنت بقول عليكي طيبه صح؟ يا نهار ابيض على المفاجاه يا جدعان، البت انا طلعت هي العملاقه الانثى. عمليه الورود دي كانت من تخطيط ايروين برضه. خطه ايروين تتمثل في انهم يضحكوا على عينه ويسترجوها لحد النفق ويخلوها تنزل تحت الارض ويقبضوا عليها، واكيد هي مش هتعرف تستخدم قوتها تحت الارض، ولو هي ما نزلتش فارين هيتحول وهو اللي هيقبض عليها. بس اني برضه مش سهله، عارفه انهم عايزين يقبضوا عليها عشان كده ما نزلتش معاهم. ميكس اتعصبت وقالت لهم كفايه كلام بقى وخلوا السيف هو اللي يتكلم. قامت ساعتها اني بدات تضحك بسرعه هستيريه وقالت لارمن انت كسبت الرهان قبل كده وما خلتنيش اقتلك، دلوقتي رهاني هو اللي هيبدا. البت لسه تتحول ولا ناس كتير بينقضوا عليها وبيكتفوها، ولكن اني عامله حسابها برضه ولابسه خاتم في ايديها وبتحاول تعور نفسها بيه. ميكاس بسرعه عرفت وشالت ارمن وايرين بعيد. اني بتعور نفسها وبتتحول فعلا. المفروض بقى ايرين يتحول ولكن هو مش قادر. ايرين لسه مازال متردد بشان اني ومش قادر يصدق انها هي العملاقه. اني شغاله تدمر في النفق وايرين هرق دي يا عيني وبرضه مش قادر يتحول. ساعتها ارمن وميكاس قالوا له احنا نطلع احنا وبنعتمد عليك يا ايرين، العالم بره قاسي ولازم نقاتل. العملاقه ساعتها بتدمر المكان اللي فيه ايرين واقع عليه الحطام وحالته تصعب على الكافر. ارمن بيروح له كمان جنب يجي ويقول له مش قلت لك ان احنا معتمدين عليك؟ انت بتهب بيه يا ايرين، فكر في كل اللي ماتوا عشانك وعشان تحرير البشريه. سابوه وراحوا عشان يواجهوا العملاقه وفضل ايرين لوحده بيفتكر امه وبيفتكر كل الاشخاص اللي ماتوا. ايرين ساعتها بينفجر من كتر الغضب وبيطلق العنان لقوته وبيتحول، بيهجم على العملاقه بقوه وغضب لم نشهد لها من قبل. العملاقه خايفه وبتهرب منه وده بيجري وراها،
بيضربها بكل ما يملك من قوه وبيطيرها. البت اني برضه بتستغل اندفاعه وعصبيته وصلبت رجلها واديته حته رجل في رجله وطيرتها له. بس ايرين برضه مش بيستسلم وبيضرب فيها. البت طيرت سنانه برجلها وده برضه دايس عليها وعايز يقتلها من كتر الحقد اللي جواه. اني بتضرب فيه بايديها المتصلبه لحد ما تخور قوه ايرين، بتسيبه واقع وبتجري عشان تهرب. ساعتها ايرين بيقول لنفسه انا عمري ما هستسلم، انا هقضي على كل العمالقه وابيد كل فرد منهم. وساعتها ايرين بينفجر من كميه الغضب اللي جواه وجسمه بيشتعل بالنار والقوه، بيجري عليها وبيوقعها فعلا. جسم عملاق ايرين بيولع من كتر الغضب والحقد على اني وخيانتها ليهم. العملاقه بتحاول تسلق السرعه عشان تهرب ولكن ايرين مش سايبها. ميكاسا كمان بتتدخل وبتقطع صوابعها وبتوقعها. ايرين بينقض عليها وبيطير دماغها، بيعضها من رقبتها وبيخرجها من مكانها. ايرين بيتصدم ويلاقيها بتبكي. ساعتها اني بتفعل قوه التصلب بتاعتها وبتحمي نفسها في كريستاله زجاجيه شديده الصلابه. ليفاي بيجي بسرعه ويطلع ايرين من العملاق بتاعه، وبكده برضه ما قدروش يحصلوا على حاجه من اني صلبت نفسها ومفيش حد قادر يفك التصلب بتاعها. الخسائر اللي حصلت في مقاطعه ستويس بسبب القتال ده كانت لا تعد ولا تحصى. ناس كتير ماتت ومباني كتير اتدمرت، لكن كل ده في الاخر بلا اي فائده ترجى. تم استدعاء القائد اللي على ايروين والتحقيق معاه في كل هذه الوقائع اللي حصلت. بعد تحول اني الى كريستاله تم نقلها ووضعوها في مكان ما تحت الارض تحت وصايه فيلق الاستطلاع. وتم استدعاء القائد ايروين من قبل المحافظ. قال له عايزك تقول لي دلوقتي يا ايروين، هل استفدنا احنا بشيء بعد كل التضحيات والناس اللي ماتوا دول؟ قال له لا، لكن دلوقتي جه دورنا للهجوم. مين كان يتوقع ان البشر بتقدر تتحول لعمالقه؟ مين كمان كان يتوقع اننا نقبض على واحده منهم؟ دلوقتي جه دورنا احنا البشر عشان نخلص عليهم. المحافظ سابه وتم تعليق محاكمه ايروين وباقي اعضاء فريق الاستطلاع الى اجل غير مسمى.